مسألة الطرف الثالث هذه؟ هو محقق في كثير ما ورد على لسانه. الحقيقة أن المؤتمر الصحفي به أمور كثير يعني تؤخذ يعني كفانا حديثا بهذا الشكل. للأسف الأمور كلها تذكرنا بالنظام القديم. يعني الأشخاص اللي شفناهم هم يصفقون ويهللون، يعني يذكرون بمؤتمرات الحزب الوطني والأشخاص المأجورين الذين كانوا يصفقون ويهللون للمخلوع مبارك. الحقيقة أن مصر ورد على لسان اللواء عادل عمارة أن النظام سقط. أعتقد أن النظام لم يسقط، كل تلك الممارسات هي ممارسات النظام القديم. ما زال مبارك بالفعل يحكم مصر نفس طرق مبارك، هم يسيرون على خطى مبارك، يرتكبون المصائب ثم يجلسوا يعني ليداووا المسائل من طرف واحد. لو وجدنا كل المشاهد هنجد ليس هناك حديث عن من كانوا يعتلوا المباني الحكومية ويرشقوا المتظاهرين بتكسير الرخام وبالرشوف. لم يذكر هؤلاء. من هؤلاء؟ من أتى بهؤلاء أتى بمن حرق المجمع العلمي، من أتى بهؤلاء أتى بمن قام بعمليات الشغب. لم يعرض صور للصور وهم من حمى أو من نقل المخطوطات من المجمع العلمي. نقل المخطوطات والكتب النادرة من المجمع العلمي هم الصور. يعني هم لم يعرضوا اللقطات، اكتفوا بعملية استمرار تشويه الثورة والصور. يعني هذه محاولة أخيرة للقضاء والتشويه الكامل لشكل الثورة. تم يعني قطع ما كانت تتحدث عنه البنت التي كانت في الشريط المصور، وهي تتحدث عن ضابط أمن الدولة أو أمين شرطة أمن الدولة الذي استأجرها وغيرها. في الحقيقة أثناء اعتصام 19 نوفمبر ومن بدايته تم يعني التحفظ على كذا كنا بنرتاب منه، وكنا عندما نسأله كان يحدثنا أنه مستأجر من ضباط أمن الدولة ومستأجر من التحريات العسكرية، وأنه أوتي بعدد ضخم جدا من بنات الشوارع وأبناء الشوارع مستأجرين من الأجهزة الأمنية لتشويه الاعتصام. هذا ما كان يحدث في القديم من جهاز أمن الدولة عندما والأجهزة السيادية عندما كانت يعني عندما تشويه الثورة والثوار كانت تحشد الأشكال الغريبة والمسجلين وغيره وغيره من أجل إعطاء المبرر لاستخدام القوى المفرطة أو إلى غيره. عندما كان يعني يسألوه عن الفتاة التي تم سحلها وضربها بهذا الشكل وتعريتها، يعني يقول يعني الأمور رهن التحقيق. عندما يسألوه عن أي مخالفات من جانب الجيش يقول يعني راعوا استفزاز الجنود، مسألة كل الأمور رهن التحقيق، ويتحدث من ناحيته فقط ومن الطرف الواحد. هناك أمر خطير جدا وهي مسألة عقيدة الجيش. يعني هناك كارثة، يعني مسألة توريط جنود الجيش وتوريط الجيش في مواجهة الشعب. هذا أمر كبير جدا، لأنك يعني عندما توجه الجنود لاستخدام تلك الوحشية وضرب المتظاهرين بهذا الشكل وركلهم، وكل متظاهرين يكونوا تحت أقدامهم ويقوموا بضربهم بهذا الشكل، يعني هذا غل. يعني معنى أن يصل الجندي إلى هذا الشكل هناك تحريض للجندي تجاه هذا المتظاهر، هناك تحريض للجنود تجاه الشعب المصري، وهذا أمر خطير جدا. يعني مسألة أن عقيدة الجنود بدل من اتجاه العدو هم يحدثون أن الشعب المصري هو عدوك واحمي نفسك واضربه. أو المجلس العسكري تورط في هذه الأمور وورط الجيش المصري العظيم الذي يعني نحن ما زلنا نفتخر به وما زلنا توريطه بهذا الشكل في مثل هذه الأحداث. هناك أمور كثيرة لم يرد عليها سيادة اللواء عادل عمارة، وأعتقد أنه خرج مسرعا يخشى أن يخرج سؤال منطقي لا يستطيع الرد عليه.